ايه رأيكم بقى في صينية الأجنحة القمر دي؟ حاجة كده كانت زي السكر. ده كان غدانا النهاردة. عملت جنبها شوية رز بشعرية وما خدتش وقت خالص. في نص ساعة كان الأكل كله جاهز، والصوص بتاعها ما شاء الله كان طعمه رائع. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لورندا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير، ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. هنا اشتغلت على كيلو من الأجنحة. جبت الأجنحة زي ما انتوا شايفين كده، غسلتها غسلة حلوة ونقعتها في محلول النقع بتاعها اللي هو ملح وليمون وسكر وشوية دقيق، وغسلتها ونقعتها وبيبقى فيه ضفر فيها كده فأنا بشيله. بس كده. الخضار اللي أنا استخدمته بصلاية متقطعة كده حلقات، وكمان قرن فلفل رومي متقطع كده حلقات، وقرن سبايسي لو انتوا بتحبوه ماشي، مش بتحبوه تقدروا تستغنوا عنه، ونص معلقة من الثوم المفروم. ده الخضار اللي انا استخدمته. واستخدمت كمان كوباية من عصير الطماطم، حوالي 4 كده طماطمات غسلتهم وعصرتهم. التوابل كانت بسيطة جدا وسهلة جدا. كانت عبارة عن ملح وفلفل اسود وشوية كزبرة وشوية بابريكا، مش اكتر من كده. لو انت عايزة تضيفي اي توابل تانية براحتك. انا استخدمت دول وكان طعمها كان حلو جدا. هنا جبت بقى بولة فاضية ونزلت كل الخضار بتاعنا في قلب البولة كده، الثوم والبصل والفلفل. وبعد كده نزلنا بالتوابل بتاعتنا وقلبنا بقى كل التوابل الحلوة دي. وهنا بقى ضفت معلقة من الزيت. معلقة الزيت هنا أنا اكتفيت بمعلقة واحدة عشان بس أنا أدي للأجنحة أو أدي صينية الأجنحة بتاعتي لون كده يبقى إيه بتلمع، بس مش أكتر. هنا بقى حطيت معلقة الزيت وقلبتها كويس جدا. وهنا بعد كده ضفت كوباية عصير الطماطم، وقلبت بقى الخليط كله كده تقليبة حلوة. وهنا بقى جبت بقى الأجنحة بتاعتي ودخلتها بقى في الخليط دوت وقلبتها تقليبة محترمة كده. هنا بقى عايزة تشتغلي فيها على طول وتسويها يعني على طول ماشي، عايزة تسيبيها وقت تتبل بالتتبيلة بتاعتها برضو ماشي. أنا هنا بصراحة اشتغلت فيها على طول. جبت هنا بقى صينية حلوة كده ورصيت الأجنحة بتاعتي في قلب الصينية. هنا رصيتها بقى بالشكل دوت، وجبت بعد كده ورق فويل وقفلت الصينية. انا هنا هحط الصينية على البوتاجاز من فوق، مش هدخلها الفرن، هحطها على البوتاجاز من فوق، هنسويها من فوق. قفلتها كده بالورق الفويل زي ما انتوا شايفين، تقفيلة كده كويسة. لو عندي غطا بقى او عندك صينية بغطا طبعا هتستغني عن ورقة الفويل دي. انا ما عنديش طبعا، الصينيه دي ما كانش ليها غطا بصراحه، فانا استخدمت ورق الفويل وقفلت كده الصينيه وحطيتها على البوتاجاز من فوق. هنا لما حطيتها على النار من فوق، انا هنا ما حطيتش اي ميه ولا حطيت اي حاجه. انا اكتفيت بس بكوبايه عصير الطماطم والخضار اللي انا حطيته. وكمان البتاع دوت الأجنحة بتنزل المية بتاعتها. اكتفيت بس بأكتر من كده ما حطيتش. وهديت النار خالص وكمرتها كويس فاستوت بصراحة من اللي نزل منها من الخضار وكله. وهنا بعد كده حطيتها في الشواية خدت لون، وكانت هنا معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه القمر ده. الصوص قد ايه طعمه حلو وكان رائع، وكان طعمها جميل وحاجة سريعة ما خدتش مني نص ساعة على بعض. وكنا عملنا الغدا بتاعنا وعملت رز بشعرية جنبها، وكانت أكلة جميلة ما شاء الله. تقدري تحطي اي خضار انت عايزاه، بطاطس بسلة اي خضار في قاع الصينية، وبرضه هيديكي نفس النتيجة. وتقدري كمان تستبدلي الأجنحة بفراخ عادية أو وراك زي ما انت عايزة. ودي كانت الصينية بتاعتنا خرجت وكانت بالشكل ده. يا رب يكون فيديو خفيف وبسيط عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.